مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا لقاء يتجدد على الهواء مباشرة كل يوم وبرنامج الأسرة المصرية والعربية سيدتي. أهلا بكم ولقاء يوم الأربعاء ولقاء مختلف ومتميز. مختلف ليه؟ لأن معانا سيدة مختلفة من طراز مختلف تماما. هي اختارت أن تسير عكس التيار، وبعد مرور سنوات على التجربة اتضح ان هذا التيار اللي هي اختارت انها تمشي فيه كان هو التيار المظبوط، هو الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح اللي بيناسب مقوماتها هي كامرأة وبيناسب امكانياتها، ومع اتجاه الدولة ومع اتجاه القانون ومع كل المقومات اللي تجعل منها انسانة متميزة. اول مأذونة في مصر وفي العالم الاسلامي وفي الوطن العربي، ونقول ايه كمان في الشرق الاوسط. من 10 سنين هي قررت انها تسير عكس الاتجاه، شافت ان حواليها يمين وشمال. هي دارسه دراسه متخصصه في القانون، ماجستير في القانون، ثم بعد ذلك وجدت انها لما درست الشريعه وجدت انها يليق بها ان تكون مأذونه. مأذونه يعني تكتب كتاب العرايس وتبقى مأذونه وتاخد هذا الطريق. عملت ايه عشان تحصل على هذا العمل وعلى هذا الحق وهذه الفرصه؟ اكيد كانت في رحله وراها مجهود كبير، وراها تحديات، وراها قناعات، وراها يعني حاجات كتيرة ممكن نناقشها معاها. بس الأول نرحب بيها ونقول لها منورانا في صالون سيدتي، أول مأذونة في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي، الأستاذة المحامية المأذونة أمل سليمان. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا أستاذة رجاء، إزي حضرتك؟ شوفي بقى كل المقدمة وكل الحماس ده، أنا بشكرك عليها حقيقة. لا يعني يا حبيبتي والله ما استحقش كل المقدمة، تستحقيه وزيادة. متشكرة لذوقك. نقول ايه؟ نقول الأستاذة المأذونة أحسن ولا نقول الأستاذة المحامية؟ لا، هو أنا ناس يعني بداية اللقب ليا كانت الأستاذة، ما فضلوش يقولوا لي شيخة ولا حاجة، هو كان المتبع إن قالوا لي أستاذة، وأنا حبيت اللقب ومعتزية بيه نظرا لدراستي، لأن أنا دارسة حقوق في الأساس يعني. تمام. أستاذة أمل، يعني مش هنتوقف عند كونك محامية ودارسة القانون وماجستير في القانون، ولكن فكرة المأذونة من 10 سنين مين اللي طرح الفكرة في خيالك؟ هو أنا من 10 سنين كنت حاصلة على درجة الماجستير، كنت ببحث عن فرصة عمل ملائمة ليا. بطل القصة الحقيقي، وأنا ما بنكرش الفضل ده دايما وأبدا، هو كان جوزي، لان احنا كان بتربطنا علاقه قرابه بالمأذون السابق، فهو توفى وفتحوا باب الترشيح للتعيين. هو اول من عرض عليا ان انا اقدم للمكان دوت. انا اندهشت، انا برغم ان انا درست قانون وهو دراسته تجاره، انا قلت له لا ده مش هينفع. قال لي لا طب قدمي وهتشوفي الدنيا هتمشي ازاي. طبعا كان خير داعم ليا. قدمت في الجهات المعنيه، وورقي كان طبعا في الفتره دي كان في ضجه اعلاميه كبيره، ولا وينفع وما ينفعش، وبرامج توك شو تتكلم عن الامر. في نهايه الامر وزاره العدل حسمت الموضوع وقالت ان المأذون ده هو موثق، لا يخلو ان هو يكون دارس شريعه اسلاميه، فيحق ان يكون ذكر او انثى ان يحظى بالمكانه يعني. ودي كانت خطوه جريئه لوزاره العدل طبعا على مستوى العالم الاسلامي كله، لان بعد كده في دول كتير من الدول العربيه والدول الاسلاميه احتذت بينا وابتدت تعين مأذونات. يعني فكروا ليه تغافلوا عن المهنه دي ان المراه تخشها، بالرغم ان هي الحمد لله انا اثبتت فيها نجاح كبير الحمد لله. اللي حصل ده بدايه الحكايه كانت في مركز الإنايات محافظه الشرقيه. تمام. ولمن لا يعرف هي مركز صغير في محافظه الشرقيه، واحده من محافظات جمهوريه مصر العربيه، بتبعد عن المحافظه الام او عن محافظه القاهره تقريبا ساعه ونص او ساعتين بالمواصلات العاديه. فنقدر نقول انها مش في قلب العاصمه، معنى كده انها جات من بيئه يعني عفوا هي متحفظه، وتعرف يعني ان المراه مش هتنال هذا الحق الا بمجهود وبدعم من الاسره، ثم مجهودها هي ومقاومتها هي الشخصيه. اشرتي ان زوج حضرتك هو اللي كان صاحب الفكره الاولى، الشراره الاولى زي ما بنقول. طبعا. هو اكيد شاف فيها مقاومات. هو كان صاحبها وكان داعم ليها، يعني مش مثلا اعطاني الفكره وقال لي بقى رماني في بحر وسابني انا، لا بالعكس، هو كان طول الوقت كان يعني داعم للفكره. لما كنت اقول ان انا يعني في ناس مثلا لما نكون في مجتمع عائلي او في مجتمع حوالينا اقول له انت صاحب النجاح ليها، فهو يعني برضو بيبادر بجمله جميله يقول هي كان عندها المقومات للنجاح ده، كان ممكن الفكره تفشل لو هي ما قدرتش انها، كان الفكره كلها كانت ممكن تنهدم، انما هي كان عندها مقومات النجاح دي وانا كنت شايف فيها كده. فالتكامل اللي بينا ده يعني الحمد لله خلى الدنيا جميلة، خلقنا فرصه جديده للمراه ومكان جديد وخطوه جديده اخذناها للمراه في اسلامنا كمان، عشان ما يقولوش ان الاسلام ما بيديش المراه حقها. بالعكس اهو انا وظيفه شايفه ان انا بقدر يعني اكتر من ان انا بشرف ان انا بتمم عقد 2 في الحلال. الله. فيعني مكاننا الحمد لله بحظى ان اسلامي ادهاني وان القانون ادهاني.
المقومات اللي اشار اليها زوج حضرتك الفاضل وهو بيقول ان انت تملكي هذه المقومات، بداتي رحله البحث الاول عن حق الشريعه في الشريعه، ان المراه الشريعه الاسلاميه السمحاء اللي احنا فعلا بقيت اخد راي فقهاء قبل ما ابتدي، وبعدين قدمت بقى ورقي رسمي جدا لوزاره العدل ان انا من في باب ترشيح مفتوح لوظيفه معينه وانا بقدم ليه. يمكن الموظفين البساط في الاول اعترضوا، فنزلت قابلت مقابله شخصيه مع مستشار رئيس المحكمه، قلت له انا حاصله على الماجستير في القانون، وجت فكره جوزي على فكره، قال لي لو لقيتش عرقله انزلي اطلعي لاعلى حد في المكان. جميل. وحلي المشكله. وفعلا المستشار يوميها تقبل الفكره، قال لي قدمي. المستشار حسيت ان في عينيه لمعت عينيه، حسيت ان هو معجب. يعني هو طبعا مش من حقه ان هو يوضح لي هو رايه ايه في الموضوع، بس لمعت عينيه وضحت لي ان الدنيا هتمشي حلو. قال لي اطلعي قدمي ورقك فوق وقولي للموظف انا هبعت له امر حالا ان هو يقبل موظف ورقك رسميا مرشحه لوظيفه مأذون شرعي. طبعا كان معايا 12 او 13 راجل مؤهلاتهم عاليه زيي، بس الحمد لله توفيق من ربنا. يعني الدرجه العلميه اللي كانت معايا وبعض المقومات ادت لاختياري في النهايه، كان قرار المحكمه في النهايه كان يعني الحمد لله كان لصالحي وتم اختياري. كان في امتحانات، يعني حضرتك بتشيري الى ان كنت انت قدامك تقريبا 12 رجل كمان مقدمين لنفس الوظيفه. نفس العمل اللي هو طبيعه عملك اللي هي مأذونه، بتوثقي عقود الزواج في محافظه الشرقيه. طبعا تقدري تتجوزي في محافظات مصر المختلفه. طبعا بتصريح من المحكمه، وطبعا انا ليا حاجه اسمها بس تعدي، بس مع وجود تصريح من المحكمه بقدر اجتاز ده، يعني عمليه اداريه مش اكتر. التحديات بقى، ولو كان في يعني دايما بنقول ان اي مهنه بيكون في كده كشف هيئه وبيكون في مقابلات شخصيه، مريتي بالتجربه دي؟ هو كان بيتم في المحكمه زي لقاء بيننا، والمستشار كان بيسالنا عن وجهه نظر كل واحد فينا عايز يكون مأذون ليه، طبعا كمان بالاضافه للمؤهلات اللي معايا بتدعم ده. فقرار المحكمه بقى باجتماعهم هم او بمداولتهم مع بعض كان قرار اللي هو لصالحي، قال لك هي انسب حد في اللي تقدمه ان هي تحظى بالمكان. وده كان سبق، وعلى فكره ده مذكور في التاريخ ومذكور سبق للمحكمه الاسره بالزقازيق ان هي اول من عينت امراه انثى مأذون شرعي. جميل. جميل. جبت حاجه حلوه، جبت يعني هذا السبق لمحافظه الشرقيه طبعا كمان. محكمه الاسره في الزقازيق، مركز الزقازيق طبعا يعني بيعتبر دلوقتي بيدرس في المحاكم، او لما تيجي اي قاضي يحكم لازم يحتاج يقول لك رجوعا الى حكم امل سليمان في القرار رقم كذا، سبق يعتبر، يعني القانونيين فاهمين يعني ايه سبق في حكم او سبق في قرار. جميل جدا. استاذه امل، اول ما تلقيتي الخبر، خلينا نعمل بقى فلاش باك ونرجع 10 سنين للخلف دور. اول ما تلقيتي الخبر وقعوا عليكي انت واسرتك وطبعا زوجك الفاضل اللي هو كان بيدعمك وما زال بيدعمك لغايه دلوقتي، استقبالكم ده ازاي؟ وبداتي بقى تمارسي عملك ازاي؟ يعني اول عقد جواز جالك ولا قعدتي شويه بقى بدون عمل؟ يعني الدنيا مشيت ازاي؟ الدنيا مشيت ازاي؟ هو طبعا مع بدايه القرار في حد غطى الموضوع في جريده الاخبار اعلاميا ان في الست اتقدمت لوظيفه مأذون شرعي. من هذا التاريخ ابتدى الاعلام يتابع الامر، وابتديت اكون حديث البلده عندنا او حديث المدينه. مع مرور سنه حصل فيها تكثيف اعلامي كبير، تنوير للفكره، ابتدت الناس تعرف ان في بلدنا هيبقى في مأذونه، يا ترى هتتعين او لا. طبعا يوم القرار كان يوم نجاح عظيم، وكان فرحه كبيره. عايزه اقول بقى من قبل القرار ابتدت الناس تيجي تعرف تشوف بيتنا فين، عشان لما يجي يكتبوا كتاب ولادهم احنا حابين ان انت تكوني انت المأذونه لينا، او احنا حابين ان نتفق معاكي ان احنا هنحدد يوم كتاب كذا وتكوني انت المأذونه. رائع. فيعني الحمد لله انا نفسي ما كنتش اتوقع كميه، انا احيانا ممكن اتذمر من كميه العمل اللي عندي، لان طبعا مالي القسايم وحجز العقود، وان انا اكون ممكن في الاجازات سايبه اولادي، بس انا نفسي كنت متخيله ان عملي هيكون ابسط من كده بكتير. اتضح ان هو يعني الحمد لله ربنا كرمني بتوفيق من الله، وانا يعني بتقن عملي، ويعني الحمد لله بنيت جدار ثقه عالي بيني وبين اهل بلدتي ان انا اكون المأذونه الشرعي ليهم. زملائك من اصحاب المهنه في محافظه الشرقيه استقبلوا الخبر ده ازاي؟ يعني المأذين السابقين، مش عارفه كلمه مأذين دي لغويا مأذونين السابقين لحضرتك من الذكور، الرجال بقى زملائك استقبلوا ده ازاي؟ شوفي يا استاذه رجاء، يعني اكيد كانت في البعض مرحب، وده منهج اي فكره جديده، البعض مرحب، البعض مندهش، البعض معترض. لكن في النهايه انا علاقتي طيبه جدا بزملائي، علاقتي طيبه جدا برؤسائي بيشيدوا بيا ان انا يعني الورق اللي بوديه للمحكمه خالي من العيوب. نحن النساء في عمل المأذونيه اقل فسادا من الرجال، لان احنا بنشوف في مأذونين رجال بنسمع كده عن قواضي وحاجات وصغار سن وكلام من تحت الترابيزه. احنا النساء اقل فسادا كتير في ان احنا نلتزم بالقوانين ونلتزم باللي مطلوب مننا.
لان في مأذونين بيستغلوا المكانه بتاعتهم وبيتمموا حاجات يعني احنا في غنى ان احنا نتكلم عنها دلوقتي. بس احنا النساء ما ثبتش علينا ولا واحده ست ان هي جوزت صغار سن او تجاوزت في اخذ البيانات القانونيه. يعني الحمد لله سمعتنا طيبه. الحمد لله، ان شاء الله تظل السمعه طيبه. وهنعرف من حضرتك بقى يعني اطرف المواقف واطرف الزيجات اللي تمت على ايد المأذونه الاستاذه امل سليمان، بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال التليفوني من شيخ حلمي مأذون رسمي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا فندم، اتفضلي. حضرتك احنا معانا الاستاذه امل سليمان اول مأذونه في مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي. وقع نعم. الخبر على حضرتك ازاي انك تلاقي زميلتك اللي قاعده جنب حضرتك في والله اتفضل. بداية احنا اول الخبر ما جه في تقديمها للمهنة كنا كلنا يعني شبه معترضين، مش هنقول لك دي حقيقة. لكن نظرا لعرض الامر على فضيلة الامام الاكبر في حينه وصدور قرار السيد رئيس المحكمة، طبعا الكل خضع للامر. بالفعل بقى لما مارست المهنة وجدنا منها الانضباط، وجدنا منها الاحترام، وجدنا منها العمل الدؤوب يعني، وقايمة على اكمل وجه في عملها حقيقة. فضيلة الشيخ الأستاذ حلمي سيادة المأذون، إيه كان وجه الاعتراض؟ يعني اعتراض حضرتك الشخصي كان على إيه؟ إن عندنا بعض الفقهاء كانوا بيشترطوا الذكورة في هذا العمل لأنه عمل اجتماعي، سعادتك فاهمة، دخول المساجد، أنا بنتكلم بصراحة يعني، دخول المساجد والكلام ده. لكن لما مارست المهنة بالفعل وجدنا منها ما فيش فرق في التعامل المهني، إن أهم حاجة إن الإنسان ينتج بسمعة طيبة، يتعامل مع المجتمع تعامل الرجل الاجتماعي، ولقينا انها انسانه منضبطه فعلا. ولم نسمع عنها اي سوء في التعامل، يعني تقوم بعملها وتتحرى الدقه، واذا وجدت شيء جديد تسال، يعني بتسال رئيس الالم، تسال مدير الاداره في التخصص، وتسال احد الزملاء والزميلاء، يعني بتخضع للعمل، لان يضيع العلم بين امرين، الكبر والحياء. هي بتسأل لان انت ابنك عارفه ان موضوع الزواج بيترتب عليه عده، ممكن ست مطلقه يترتب عليها العده، ست متوفى عنها زوجها بيترتب عليها العده دي تختلف عن دي. واخد بال سعادتك؟ هنا الفيصل هنا مش لرجل ولا امراه، ولكن الفيصل هنا للمهنيه السليمه، اذا كان ده حقها بقوه القانون وبقوه الشرع، صح كده فضيله المأذون؟ احنا بنتكلم بالنسبه للمهنيه وجدنا انها فعلا بتقوم بالعمل كما يقوم الرجل، اختلافا بقى عن موضوع دخول المساجد، دي قضيه ثانيه، لكن عملها كمهنه بتقوم بها على اكمل وجه. لم نسمع من رئيس الالم انها حولت للتحقيق مره في خلال فتره العمل، ولم نسمع انها تعاملت مع قاصرات او اللي بنسمعه في وسائل الاعلام ده، يعني لم تنجرف الى هذا العمل اللي هو تجمع من وراءه مال مخالف للتعليمات. إذا هي كانت المرأة أو السيدة المأذونة الأستاذة أمل سليمان بتمتاز أيضا بالنزاهة، يعني هي بالإضافة إلى كونها بالشجاعة في اتخاذها لهذا القرار وأنها تمشي في هذا الطريق، إلا أنها في التجربة العملية إذا امتازت أيضا بالنزاهة. بشكر شهادة حضرتك معانا على الهواء مباشرة سيادة المأذون وفضيلة الشيخ الأستاذ حلمي. أستاذة أمل، يعني تمت زيجات كثيرة على إيد حضرتك. الأول إيه أطرافها؟ يعني يبقى الأسرة متفقة معاكي أو طالبين مأذون، وبعدين يفاجئوا إن يوم كتب الكتاب إن اللي جاية مأذونة وليس رجل. ده حصل مواقف بالنوع ده؟ لا، هو بيبقى يعني قبل ما حد بيكون محدد ان هو هيعقد قران، المفروض ان هو بيكون مسبق ان هو بيتفق مع المأذون، عشان في امور بسيطه في الاوراق بنحضرها. في المكان مثلا اللي هنعقد فيه، هل هو في المكتب عندي، هل هو في بيت العروسه، هل هو في قاعه. فالمقابله دي بتخلي هم عندهم خلفيه، اللي ممكن بيتفاجئ ممكن الضيوف، لان مش كل الناس الضيوف عارفين اللي هيجي يعقد القرار بالظبط. فده طبعا بيعرضني دايما ان انا ببقى يعني ده بيحرجني انا شخصيا، ان ممكن ابقى نجمه حفله بيسيبوا العروسه والعريس ويقعدوا يصوروا، او التركيز بيبقى معايا عالي جدا، ده ممكن يسبب لي شيء من الاحراج، بس انا اتعودت عليه. فيعني انا اتعودت ان انا امارس عملي وحواليا 1000 عين بتبص عليا وانا ماسكه القلم وبشتغل، فده ممكن حد بيرتجف من امر زي ده لما يحس ان كل الناس اللي حواليه. فده بس يعني من تاريخ ما اشتغلت وانا بنفس النمط، يمكن الاعلام هو اللي سبب في تدريبي على الامر ده، لان طبعا انا كنت انسانه عاديه خالص في بيتي، زوجه ام لاولاد،
فجاه تحولت لشخصيه تانية، شخصيه عامه، الاعلام موجود عندي في البيت مش اغلب الاحيان. في الاول كان في كثافه، انما دلوقتي اصبح طبعا الامر طبيعي، يكاد يكون طبيعي يعني. فالمواجهه او تغيير الحياه ده خلق يعني، انا كنت شخصيه قويه لحد ما، ده اداني شجاعه واداني اقبال ان انا اقدر اواجه اي مجتمع مهما كان العدد اللي قدامي، انا اقدر اتكلم قدامه ما بحسش بالاحراج. الحمد لله ربنا مديني طلاقه في ان انا اقدر اعبر عن اللي انا عايزه اقول عليه، فتوفيق من الله في الاول في الاخر يعني. استاذه امل، يعني مش خافيه عن الجميع ان في مشاكل كثيره خاصه متعلقه باسباب الزواج، صغر السن الى اخره، أيوة. وحالات الطلاق الكثيره، أيوة. اللي دايما بتبقى يمكن في السنوات الاخيره بنقول ان بتفوق 38% من احصائيات الدوله الرسميه، صحيح. اللي هو الطلاق في سنه اولى زواج. صحيح. يعني بعد ما دخلتي هذه المهنه وبقيتي أيوة. مأذونه، عقدتي قران يعني عشرات الزيجات طبعا، انا 3000 عقد، 3000 عقد حتى معدل 300 عقد في السنه. ما شاء الله، يعني حاجه مبهره الحقيقه. الحمد لله. حاجه مبهره. طب خلينا نقدر نقول نستند بقى الى تجربتك دي، ايه اسباب الطلاق في السنوات الاولى من الزواج دلوقتي؟ هو اهم سبب، وده كان الرئيسي زمان، هو تدخل الاسره. يعني انا بنتكلم بالنسبه للبيئه اللي انا موجوده فيها. انا في بيئه ريفيه لحد ما، معظم العرايس بيخشوا في حاجه اسمها بيت عيله، يعني بتبقى هي واخده شقه وحماتها شقه، فالتقارب اللي زاد عن اللزوم بيعمل تداخل في امور الاسره، لو مشكله صغيره بتتفاقم وبتكبر، ده اللي بيؤدي للفشل، وده غالبا السبب الرئيسي. في سبب بقى مستجد انا لاحظته في الفتره الاخيره، السوشيال ميديا والفيس، وان انا ممكن اعمل التواصل الاجتماعي بيحصل بسببه خيانات زوجيه. الست ممكن لو جوزها مسافر هي قاعده لوحدها متضايقه، ده طبعا ده مش مبرر خالص يعني طبعا، ولكن احنا بنعمل قراءه للواقع. التسهيل ده فعلا، التسهيل في وجود ان انا اقدر اتواصل مع حد وانا في غرفه نومي ادى لوجود خيانات زوجيه. طبعا انا مش عايزه اعمم الفكره ولا اقول لا في عدد كبير، بس دي بقت ظاهره وموجوده، انا لمستها. في حالات موجوده اسرار، انا لما باجي اتمم حالات طلاق في اسرار بتتم قصادي، وبشوف ان السوشيال ميديا او الفيس او التواصل الاجتماعي اللي في الفتره الاخيره اللي هو اصبح سهل قوي سبب من اسباب الانفصال. دي من الاسباب اللي ممكن نقول انها مستجد ما كانش موجود. يعني اول ما اشتغلت من 10 سنين ما كانش في ايدين الناس موبايلات كتير بالعدد ده او بالتكنولوجيا العاليه دي. وجود بقى الفيسبوك، ووجود ان انا ممكن اكلم حد على الواتس خاص، والكلام ده كل ده ادى الى وجود بعض الخيانات الزوجيه. طبعا ان هو مش ظاهره متفشيه ولا حاجه، بس الظاهره ابتدت تبزغ وباينه ان عندي فلاش كده نور ان ده سبب من اسباب الطلاق. لان الزوج بيقول لي انا دخلت على موبايلها وسجلت لها وعملت وثبت ورحت للشخص وقابلته. يعني بتحصل بقى ايه، بيقدر يعني هو لما يبتدي يشك بيبتدي ان هو يبحث بقى بدقه وراه، فدي من ضمن الاسباب الجديده. والشيء بالشيء كمان ممكن الزوجه نفسها تتعرض لهذا الموقف. كده. معانا اتصال تليفوني كمان، مداخله من اب لبنتين، البنتين تزوجوا على ايد المأذونه الاستاذه امل سليمان. مش عارفه يحق الي كمان ان انا اقول على الهواء مباشره انه فعلا انا كمان بنتي الكبيره اللي عقدت زواجها عقد قرانها هي الاستاذه امل سليمان. والحقيقه ده كان يعني كان سبق في اسرتي انا الصغيره، انه يجي بنتي تقول ان انا عايزه اللي تعقد قراني سيدة وهي موجودة في مصر، وبدأنا في رحلة البحث احنا كمان لغاية ما وصلنا لعنوان الأستاذة أمل سليمان. أستاذ رضا نجيدة، أهلا بيك معانا. أهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك. أستاذ رضا، يعني حضرتك من سكان محافظة الشرقية ولا خارج الشرقية؟ لا، محافظة الشرقية يا فندم، من سكان مدينة الإنيات محافظة الشرقية. حضرتك أب البنتين والاثنين زوجتهم الأستاذة أمل. والحمد لله زوجة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. قول لي بقى ليه وقع الاختيار على الأستاذة أمل سليمان إن هي اللي تعقد القران، باعتبار إن هي المأذونة الوحيدة في الإنايات شرقية، ولا ده كان اختيار شخصي يعني بناء عن قناعة؟ لا يا فندم، اختيار شخصي بناء عن قناعة. هي مش المأذونة الوحيدة، هو في 2 مأذونين في الإنايات يعني، وهي المأذونة الثانية يعني تعتبر. بس احنا بنثق في الأستاذة أمل لأن هي يعني إنسانة على خلق، وإنسانة يعني بتعمل كما يجب، وبتراعي كل ظروف الناس اللي حواليها، لأن احنا بيها برضو تعتبر أرياف وتعتبر فيها ناس على قدهم، فهي بتراعي كل هذا الكلام. حتى لما بنروح لها في حالات أخرى يعني لا قدر الله في حالات طلاق أو حالات أي كده، ما بتسرعش حتى في موضوع الطلاق، وبتبدأ تبحث الموضوع ويمكن تحل المشكلة. وبعض المشاكل اتحلت على إيدي أنا
وفي مكتبها هي سهرنا وما تمش مره الصلاة. للساعه 1 و2 بالليل يا استاذ رضا. حصل لما كان رمضان داخل بس نجحنا في ان احنا نصالحهم وفعلا ان احنا ونجحنا والحمد لله. الزوجه رجعت لزوجها وحاليا هم مقيمين يعني. يدعوا لي بقى. وكانت بنت عمي يعني مش حد غريب يعني. استاذ رضا، طبعا انا عايزه اشكرك، ولكن واقع اختيارك لان تعقد عقد قران بناتك الاثنين يعني اكيد على سنوات مختلفه على المدعوين والمعازيم يقولوا لك ايه ده، وانت زي ما حضرتك ذكرت في مجتمع ريفي، هو مجتمع بسيط متعود على الشكل التقليدي ان ان المأذون بيجي لابس الجبه والقفطان والشيخ مأذون وماسك الدفتر، ولكن بيفاجئوا يلاقوا سيده فاضله هي جايه هي اللي تكتب الكتاب او تعقد القران. بيكون الواقع ده ازاي؟ استقبال المعازيم ازاي؟ لا ده بيبقى افضل من الراجل والله، وبيبقوا مستنيين يشوفوا الاستاذه هتعمل ايه ويشوفوا طريقتها في الكتابه وطريقتها في المعامله مع الزوج والزوج وابو الزوجه واعلان عقد القران نفسه. هي يعني ما شاء الله عليها كل حاجه كما يجب، واوراقها بتستوفاها بكل دقه وبتعلن بكل صوت عالي وبكل كده عقد القران، وواضحه جدا في استيفاء البيانات ودقيقه جدا في استيفاء البيانات يعني. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. هي مش بس بنتيني انا بس، انا كاتب عند الاستاذه امل اكتر من 15 كتاب. قرايب العيله كلها يا استاذ رضا. قرايبي بما ان انا معروف من النجاي ده هم بيجوا لي انا وانا اللي بتوكل الموضوع يعني. نشكر وجودك معانا وشهادتك معانا الاستاذ رضا نجيده، والد لفتاتين او عروستين يعني تم عقد قرانهم على دفتر المواثيق في الاستاذه امل سليمان اول مأذونه في مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي. استاذه امل، يعني ايه الجديد في عقد القران؟ يعني دايما بنقول ان حصل فيه تطورات على الصيغ بتاعت او صيغه عقد القران. أيوه. الشكل ايه الجديد؟ الشروط؟ وهل دلوقتي اصبحت في بنات كتير بيقولوا انا عايزه ادخل هذه المؤسسه، مؤسسه الزواج، عش الزوجيه وانا العصمه في ايدي؟ قابلتي النماذج دي؟ وانا قابلت النماذج كده. على فكره ده مش حق مستحدث، ده حق من ايام ما شرع العقد الزواج في الاسلام. ان يجوز ان يكون العقد مشروط، بس طبعا الشرط ده ما يكونش بيحرم شيء حلال او يحل شيء حرام. تمام. طالما العقد في اطار الشرعيه وفي اطار المقبول، من حق الزوجه او الزوج ان هم يضعوا الشروط كيفما يشاءوا. مثلا على سبيل المثال حق التطليق للزوجه، على سبيل المثال حق السكنه لمين، الاولاد حضانتهم لمين، وده بيسهل لا قدر الله في التقاضي للقاضي ان هو يقدر لو هم حصل بينهم نزاع ان هو يقدر يفصل بينهم على مدى او على ضوء الشروط اللي هم حاطينها في العقد ده. لكن الجديد بالنسبه انا بسمع بس مش عارفه ده هيتنفذ امتى، ان سمعنا وعد من وزير الاتصالات ان احنا هنستلم جهاز كمبيوتر او تابلت، ان احنا يبقى الجواز ده، ودي بقى مش له دعوه بالشرع، هو تقدم في الناحيه الاداريه. تمام. ان احنا نقدر ان العالم كله ما اصبحش يستخدم الاوراق، فاحنا برضو تماشيا مع العالم المفروض ان احنا يكون الزواج موثق بطريقه الكترونيه، ان عشان من السهل ان احنا نقدر نوصل للبيانات، من السهل التسجيل ليه، من السهل ان الناس تستخرج القسايم. لا قدر الله حصل حرائق في المحكمه، الاوراق دي ممكن كلها تروح. فالموضوع التسجيل الالكتروني هو الابقى والاحدث واللي يعني ايه بيتفق مع مسيره العالم دلوقتي. يهمني شهادتك وانا بختم لقائي معاكي، لانك قلتي كده يعني في بدايه لقائك ان زوجك كان داعم لك، الاسره كمان بشكل عام. هي دايما بنقول يعني ان الزوجه او السيده المراه اللي بتاخد خطوه او ضربه البدايه في اي عمل وفي اي حاجه بتسنها بتضيفها لحقوق المراه في مجتمعها، دايما بيؤخذ عنها يعني فكره انها يعني خارج السرب، وان ده هي حققت ده الوان وومن شو ومحققه كل ده لوحدها. ولكن حضرتك بداتي كلامك بان انا نموذج لاسره متكامله، جوزي هو اللي دعمني. طبعا انا عايزه شهادتك في ده. هل انا بشكره والله. بستغل الوقت ان انا بشكره على الهوا على دعمه ليا على مدى السنين، لانه كمان مش هو بس كان صاحب الفكره في ان انا اكون مأذونه، هو كان من الاساس صاحب الفكره ان انا اعمل دراسات عليا واحصل على الماجستير. فيعني هو حد جميل جدا. اسرتي برضو على وجود بابا برضو كان داعم ليا، يعني باسرتي بسيطه، انا مش هقول لحضرتك ان بابا يعني والدنيا، لا باسرتي بسيطه خالص، بس كانوا متفاهمين الفكره، كلهم كانوا بيدعموني، ما حسيتش ان انا منبوذه منهم، يعني ان انا لا، ده بالعكس الكل مشجع، الكل موافق، الكل مرحب، الكل فرح للنجاح. فانا بوجه الشكر ليهم كلهم طبعا. وبطل القصه دايما مش هننكر حقه اللي هو كان الزوج.
يعني ربنا يوفقك يا استاذه امل، وحققتي نموذج رائع للمراه المصريه على مستوى قبول التحدي، وعلى مستوى كمان انك بتقدمي لنا، واحنا برنامج مراه في واسره بتقدم نموذج للتكامل. الحياه ليست رجل لوحده ولا امراه لوحدها، الحياه تكامل. عندما يكون الزوج هو انسان متفهم وعنده افق وعنده ايمان بقدراتها دفع بيها، وهي بالتالي استقبلت ده بنوع من العرفان بالجميل ونوع من التكامل ايضا. ويعني بتمنى لكم فعلا النجاح اصلا كاسره كمان. الحمد لله، نتمنى النجاح من ربنا، وربنا يوفقنا ان احنا نكمل مسيره الحياه. عدد المأذونات في مصر قد ايه دلوقتي؟ يعني احنا ما تعدناش ال100، يعني لان طبعا لازم عشان خاطر يتعين مأذونات جديد لازم المأذون القديم يفرغ المكان. فاحنا مستنيين بنفرغهم حبه حبه عشان ناخد مكانهم حبه حبه برضه. بشكرك جدا، بشكر وجودك معانا الاستاذه امل سليمان، اول مأذونه في مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. متشكره ليكي يا استاذه رجاء، ومتشكره على حسن المقابله، وشكرا جدا لحضرتك. نورتينا في صالون سيدتي، ودايما عايزين نماذج ايجابيه زي حضرتك كده في المجتمع المصري. دايما مصر في تقدم ان شاء الله، ونسائها يعني انا هختص بالنساء لان طبعا انا بما اني منهم فهنحاس شويه، ودايما النساء في تقدم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر وجودك معانا تاني، بشكر وجودك معانا. نخرج مع كل الساده المشاهدين، واول تقرير من تقاريرنا في سيدتي اليوم الاربعاء عن منظمه المراه العربيه وشؤون اللاجئين. نخرج لهذا التقرير وفقراتنا مستمره وسيدتي اليوم الاربعاء.